لكسب رضا الإمبراطور كانت المرأة تلعق العصير يوميا لتدريب مرونة لسانها. كانت تمشي على أطراف أصابعها لجعل جسدها أكثر رشاقة. كما كانت تنغمس في حمامات الأزهار يوميا لتملأ جسدها بعطر ساحر. كانت مصممة على أن تصبح كارثة تجعل الساحرة تنتقم من ابنها. كانت المرأة في الأصل محظية مطيعة، ولكن لأنها أنجبت ابن الإمبراطور الأكبر أصبحت هدفا لحسد الكونتيسة النبيلة. اعتقدت الكونتيسة النبيلة أنها من أصول منخفضة ولا تستحق أن تكون أم الابن الأكبر. وعندما مرض الابن الأكبر مرضا شديدا استغلت الكونتيسة النبيلة الفرصة، حبست جميع الأطباء الملكيين في قصرها ومنعتهم من علاج الطفل. بينما كانت المرأة تتوسل خارج القصر بقيت الكونتيسة النبيلة غير متأثرة. ما أرادته هو القضاء على ابن المرأة لكي يصبح طفلها الذي حبلت به حديثا الابن الأكبر. وفقد ابن المرأة بسبب عدم تلقي العلاج في الوقت المناسب أنفاسه تدريجيا. بعد فقدان ابنها أبلغت المرأة الإمبراطور بالحادثة في اليوم التالي على أمل أن يمنحها العدالة، لكن لدهشتها عندما علم الإمبراطور أن الكونتيسة النبيلة حاملا أيضا نسي فورا ابنه المتوفى مؤخرا وعين الكونتيسة النبيلة والدة الإمبراطور. ورأت المرأة إمبراطورا بلا قلب وكونتيسة شريرة، فحلفت أنها ستجعلهم يدفعون حياتهم ثمنا لابنها. قريبا حل يوم مراسم ترقية الكونتيسة النبيلة، ولإحداث صعوبة لها تظاهرت المرأة بالجنون واندفعت إلى المكان. غضبت الإمبراطور عمدا وكما هو متوقع، في نوبة غضب رماها إلى القصر البارد دون أن يعلم أن هذا كان هدفها الحقيقي. كان القصر البارد يأوي محظية ساحرة سابقة كانت قد أسرت الإمبراطور السابق. كانت مهمة المرأة طلب مساعدتها، وعندما رأت المحظية السابقة رحبت بها بحماس وسألت عن أحوالها وطلبت أن تتبناها كمتدربة لتعلمها فنون الإغواء، مما أثار فضول المحظية على الفور. وسألت لماذا تأتي امرأة فاضلة لطلب الإرشاد من محظية ذات سمعة سيئة. ثم كشفت المرأة ألم فقدان ابنها الحبيب وأملت استخدام قدرات المحظية للانتقام لابنها. تأثرت المحظية بمصيرهما المتشابه، لكن طريقها كساحرة لم يكن سهلا. لاختبار عزيمة المرأة طلبت منها خلع ثيابها الخارجية وفحص جسدها أمام الجميع. وعندما اجتازت المتطلبات الأساسية بدأ التدريب الرسمي. علمتها المحظية شرب الماء باستخدام طرف اللسان فقط لتدريب مرونته، وجعلتها تمشي على أطراف أصابعها 8 ساعات يوميا لتشكيل جسد مثالي. وأصرت على أن تنغمس المرأة في حمامات الأزهار لتملأ جسدها بعطر جذاب. لم تخيب المرأة ظنها، ففي غضون عام واحد فقط تعلمت جميع تقنيات المحظية، وكانت تنتظر اللحظة المناسبة لمغادرة القصر البارد بسلاسة وبدء خطة الانتقام. وخلال هذا العام أنجبت الكونتيسة النبيلة ابن الإمبراطور الأكبر كما أرادت، حتى أن الإمبراطورة أظهرت لها احتراما كبيرا. وسرعان ما حصلت المرأة على فرصة للانتقام بسبب جفاف طويل دون أمطار. قرر الإمبراطور قيادة المحظيات في طقس للصلاة من أجل المطر، وعند سماع الخبر أعطت المحظية المرأة قلادة من اليشم وأخبرتها بالعثور على خادمة قصر. بعد مغادرة القصر البارد ستعرف الخادمة ما يجب فعله وتساعدها بإخلاص. عند سماع ذلك شعرت المرأة بشعور سيء، فبمجرد دخولها القصر البارد سيكون من الصعب الخروج. ولماذا ذكرت المحظية هذا فجأة؟ لكنها لم تجبها. وفي تلك الليلة اندلع حريق في القصر البارد. حاولت المرأة يائسا سحب المحظية، لكنها سارت بلا تردد نحو النار وحذرتها من أن تقع في حب رجل. فهمت المرأة أن المحظية كانت تستخدم حياتها لتمهيد الطريق لها. وبعد وداع دموي هربت المرأة من القصر البارد. وفي اليوم التالي استخدمت القلادة للعثور على خادمة القصر، ففهمت الخادمة على الفور نوايا المحظية. وعندما رأت القلادة أقسمت الولاء للمرأة. وفي يوم طقس الصلاة للمطر حضرت الكونتيسة النبيلة متأخرة عمدا لتباهي بمكانتها عند الإمبراطور، وزعمت أنها كانت متعبة من خدمة الإمبراطور الليلة السابقة. وعلى الرغم من غضب الإمبراطورة لأنها لم تنجب ابنا، لم يكن لديها خيار سوى منح الكونتيسة النبيلة اليد العليا. وسرعان ما وصل الإمبراطور إلى مراسم التضحية وبدأت طقوس الصلاة للمطر رسميا. لكن بعد تقديم البخور توقف غلام صغير بجانبه مذهولا يحدق في البحيرة، واستدار الإمبراطور بدهشة لرؤية امرأة ترقص برشاقة في البحيرة. وعندما رقصت المرأة بجمال بدأت السماء تمطر بغزارة. صدم الإمبراطور جدا وظن أن المرأة إلهة سماوية، فقاد المحظيات فورا إلى جانب البحيرة. وعندما كشفت المرأة وجهها ببطء تم تحديد مسرح الانتقام رسميا.